عليكم ازيكم. النهارده هراجع معاكم اول 3 اسابيع في الدوري المصري والاحداث اللي حصلت في المباريات ال3 اسابيع، وهنتكلم على ابرز اللعيبه اللي بانت في الدوري لحد دلوقتي واحسن الفرق اللي ظهرت لحد دلوقتي في الدوري. تمام، خليكم معايا. هنتكلم الأول على مباراة الأهلي، وبعد كده الزمالك، وبعد كده الإسماعيلي، بيراميدز وفيوتشر، ونشوف كده النتائج اللي اتلعبت لل3 فرق دول. خلاص، أول نادي معانا الأهلي كسب أول ماتش المصري 4-0، وكسب الإسماعيلي 3-1. طبعا هو متأجل له ماتش عشان أفريقيا. طيب، تاني نادي معانا الزمالك. أول ماتش الزمالك كان مع بيراميدز، اتعادلوا 2-2. تاني ماتش الزمالك والمقاولين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفرقتين. تالت ماتش الزمالك والبنك الأهلي، وقدر إن يفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف بعد ما كان مغلوب 1-0. طيب، تالت فريق معانا هو نادي الإسماعيلي أول مباراة كانت زد، وللأسف خسر 0-1 أو 1-0 يعني زد. تاني ماتش الإسماعيلي والاتحاد، وقدر الإسماعيلي إنه يفوز 3-1 بجدارة يعني. تألق الإسماعيلي فازهم. تالت ماتش الإسماعيلي كان مع النادي الأهلي، وللأسف الأهلي كسب 3-1. مباراة كانت قوية من الفرقتين، ولكن الأهلي بلعبته بخبرة لعبته قدر إنه يحسم المباراة. الإسماعيلي حاول، ولكن برضو ضيع فرص كتير، واللي ضيع بيستقبل، وللأسف يعني الإسماعيلي خسر هذه المباراة. طيب، رابع فريق معانا هو نادي بيراميدز. بيراميدز أول ماتش كان مع نادي الزمالك واتعادلوا نتيجة إيجابية 2-2. تاني ماتش البنك الأهلي وبيراميدز، وقدر نادي بيراميدز أن يفوز بهدف مقابل لا شيء. تالت ماتش كان بيراميدز وإنبي، وقدرت بيراميدز إنها تفوز برضو بنفس النتيجة 1-0. أداء قوي لبيراميدز السنة دي، مع إنها تعادلت أول ماتش مع الزمالك 2-2. الزمالك فريق كبير، دي نتيجة يعني معروف، نتيجة عادلة من الفرقتين. كانت مغلوبة من الزمالك 2-1، ولكن قدرت في آخر المباراة إنها تتعادل، والمباراة اللي بعد كده قدرت إنها تكسب، ويبقى معاها كده 7 نقط. طيب، هنقول على كنت عايز اتكلم على فيوتشر كمان. طيب استنوني، هتكلم دلوقتي على نادي فيوتشر والنتائج اللي عملوها في اللقاءات ال3 في الدوري لحد دلوقتي. فيوتشر اول ماتش لعب نادي فاركو وقدر انه يفوز، قدروا انهم يكسبوا 2-0. تاني ماتش فيوتشر والداخلية، وقدرت انها تفوز بنتيجة 2-1 برضو بعد ما كانت مغلوبة 1-0. الماتش التالت طلائع الجيش وفيوتشر، قدرت فيوتشر انها تفوز على الطلائع خارج ارضها بهدفين مقابل لا شيء. يعني 3 مباريات لنادي فيوتشر قدروا انهم يحققوا فيها الفوز. تألقوا في هذا الدوري لحد دلوقتي، في ال3 اسابيع اتلعبوا في الدوري لحد دلوقتي. فريق كويس جدا. من اللعيبة اللي تألقت في الدوري لحد دلوقتي حسين الشحات من الأهلي، ياو أنور من الإسماعيلي، شيكابالا من الزمالك،
احمد سيد زيزو من الزمالك، احمد رفعت من فيوتشر. حراس المرمى يتألقوا في الدوري لحد دلوقتي محمد الشناوي الاهلي، و احمد عادل عبد المنعم من الاسماعيلي، و محمد عواد الزمالك. هنتعرف على مباراة الاسبوع الرابع من الدوري المصري. الجونة والاهلي ده ماتش مؤجل. سيراميكا كليوباترا الداخلية الجمعة الساعة 4. النصر طلائع الجيش الساعة 4. بلدية المحلة والاتحاد السكندري الساعة 4. انبي والبنك الأهلي الساعة 7. الزمالك وسموحة السبت الساعة 7. المقاولين وزد الحد الساعة 4. فيوتشر والأهرام الحد الساعة 7. الإسماعيلي وفاركو الحد الساعة 7. بكده عرفنا مباراة الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز. دلوقتي هنقول لكم على ترتيب الفرق قبل بداية الأسبوع الرابع. بيكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. تمام وشكرا.